ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. طمنوني عليكم، عاملين ايه في الجو البرد ده؟ خلي بالكم من نفسكم، بس اهم حاجة ما تتعبوش، ويا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى انا عايزة اتكلم على طاقتكم، لان في رسالة مهمة جدا جدا ليكوا، بتأكد ان انتوا محتاجين تعملوا حركة وتغيير. بس الحركة هنا والتغيير مش حاجة كبيرة، مش حاجة مرهقة. حاسة ان طاقتك هنا بتقول تغيير او حركة. مقصود بيها ان انتوا تغيروا اماكن العفش في بيتكم، حتى ولو بحركة بسيطة. لان انتوا يعني خلاص انتوا مثلا متعودين ان هنا مكان الصالون، هنا مكان السرير، هنا مكان الترابيزة، فسايبين الحاجة مكانها، بتنضفوا ولكن الحاجة في مكانها. اللي مطلوب منكم دلوقتي ان انتوا تبدلوا الاماكن دي، يعني مثلا تبدل مكان السرير، تحرك الكنبة كده شوية مثلا، الترابيزة تتشال من زاوية، لان الحاجة دي وهي كده في مكانها بقالها سنين طويلة او وقت طويل قوي في نفس المكان، بتحبس فيها طاقات قديمة وطاقات تقيلة. فانتوا محتاجين تبدلوا وتغيروا بس الاماكن دي. ويا ريت كمان لو تجددوا في حاجات، لو تقدروا يعني تشتروا حاجات بسيطة كده جديدة، ممكن تحطوها في اوضتكم للزينة، يعني او يعني في الأوضة او في البيت عامة، لان ده هيفرق معاكم جدا. انا شايفة ان الطاقة هنا بتقولك يعني، او الرسالة بتقولك ان التجديد مش رفاهية. التجديد انت محتاجه لان ده بيعمل شحن مباشر لطاقتك. اوكي. في كمان هنا ناس متعودين، يعني دي رسالة واضحة قوي، الناس هم يعرفوا نفسهم يعني. انتوا متعودين ان انتوا كل فترة كده بتفرزوا الملابس اللي عندكم، بتخرجوا منها صدقة. ده كان بيعمل معاكم فرق واضح جدا في نفسيتكم، كان يعني بيعمل عندكم تدفق في حركة الرزق شوية. شايفة ان انتوا ممكن تكونوا وقفتوا ده او مكسلين او بتأجلوا. عادي جدا، مفيش مشكلة، كلنا يعني ظروف الحياة ممكن تخلينا شوية نأجل أو نكسل شوية، مفهوم. ولكن برضو ما ننساش خالص، يعني نكسل نأجل ولكن ننسى خالص وان احنا نوقف خالص ده لأ. الرسالة هنا واضحة انكم ترجعوا تعملوا كده تاني، لان برضو الطاقات القديمة بتتحبس في الاشياء اللي فقدت دورها في حياتنا. اوكي، فسيبوها تمشي لانها بتفتح طريق لحاجات تانية جديدة، طاقات انضف واخف. اوكي. ده مش خاص بس بالملابس. في ممكن انت تكون مثلا شايل عندك حاجة قديمة، او حاجة شايلها في البيت بايظة، انت مش هتستعملها تاني، بس خلاص انت شايلها في ركن كده، انت بتشيل فيه الحاجات القديمة. طب انت حاطه ليه في البيت لما هي قديمة ومش شغالة ومش هنستفاد بيها؟ حاططها في البيت ليه؟ كل اللي انت مش عايزه او مش هتستفاد بيه يعني اديه لحد او خرجه بره البيت بقى، لان ده بيخزن عندك طاقة سلبية، فاحنا مش ناقصين طاقات سلبية. اوكي. في ناس برضو هنا مش شرط ان المطلوب منكم ان انتوا تخرجوا صدقة من الملابس، دي كانت لناس معينة، هما بيعملوا ده اوريدي. بس برضو في رسالة هنا بتقول ان انت كنت بتخرج صدقة، ممكن تكون مال او اطعام، وانت برضو وقفت ده، فمحتاج ان انت تعمل ده حتى ولو بحاجات بسيطة، ولكن تكون حاجة نظيفة، الناس اللي بتاخدها منك تكون راضية عنها. اوكي. عامة يعني الطاقة بتاعتكم النهاردة بتتكلم على التجديد وعلى التنظيف، ان انت في حاجة كنت بتعملها وكسلت، لا ارجع اعملها. في حاجات في بيتك في مكانها بقالها فترة كبيرة، خرجها، لان ده هيفرق في الطاقة، انت كده بتحرك الطاقة. اوكي. في ناس هنا كمان محتاجين ان انتوا تعملوا تنظيف عميق للبيت عندكم. تنظيف عميق ده يعني نضف كده بمية وملح، وبعد ما تنضف كده يعني ولعوا بخور. اعملوا تنظيف كده كبير، يعني شقلبوا البيت كله.
انا شايفه ان انتوا محتاجين ده دلوقتي في الوقت ده، خصوصا الناس اللي عندها خمول شويه، عندكم ارهاق، عندكم كسل، بتناموا كتير قوي، مش عارفين انتوا في ايه، انتوا مش عارفين تفوقوا. انتوا محتاجين عمليه التنظيف دي. والتنظيف ده مش مجرد انك ترتب كده حاجات سطحيه، لا، انا زي ما قلت لكم تشقلبوا، تنزلوا بقى البنات هنا عارفين، تنزلوا بقى الستاير، تشقلبوا الدنيا كلها. تمام. نضفوا كده من عند السقف من فوق، في الزوايا دي كده محتاجين ان انتوا تنضفوها. آه، بس حركة التنظيف دي مطلوب منك ان انت تعملها بايدك. يعني ايه تعملها بايدك؟ يعني انتوا ناس هنا متعودين ان انتوا مثلا بتجيبوا حد يساعدكم في البيت او في تنظيف البيت، وانت مثلا بتشوف شغلك او بتشوفي الاولاد او يعني عامة انت بتنتبهي لحاجات تانية غير البيت. في الوقت ده او في الطاقة دي بتقولك حتى لو انت بتجيب حد يساعدك في تنظيف البيت، اعملي بايدك، ساعديه. انتوا نفسكوا جسمكم محتاج يتحرك في حركة التنظيف دي. فهمتوا؟ انتوا في الحركة دي وانتوا بتنضفوا بتطلعوا مشاعر قديمة، بتطلعوا افكار راكدة، بتعملوا يعني بتخرجوا احساس تقيل كان متخزن جواكم من غير ما تاخدوا بالكم. هو ده يمكن اللي عامل لكم كسل، ارهاق، يعني مش عايزين تتحركوا، حاسين انتوا وراكوا حاجات كتير بس عمالين تبصوا عليها كده وقاعدين، انتوا مش فاهمين في ايه، فانتوا محتاجين بس الحركة دي. التجديد اللي انا قلت عليه ان انتوا محتاجين مثلا تشتروا حاجة جديدة او تعملوا حاجة جديدة، انا مش شايفة ان هي مثلا مطلوب منك ان انت تصرف حاجة كبيرة او تشتري حاجة كبيرة. لا، انت ممكن تعمل حاجة بسيطة قوي. وكمان واضح لي قوي ان اللي انتوا محتاجينه او الجديد اللي انتوا محتاجين تجيبوه، تجيبوا ورد في البيت، ورد زينة، ولكن بس يكون حاجة هادية كده، حاجة صغيرة. يمكن ورد يكون لونه ابيض او موف، دول اللونين برضو اللي انا حسيتهم قوي انتوا محتاجينهم. آم، حاجة كده تبقى مريحة للعين كده، تهدي طاقتك كده وانت بتبص عليها. الورد هنا في الطاقة دي مش منظر بس، مش مطلوب منك ان انت تجيبه علشان هو منظر، ولكن هو حياة جديدة. انت بتعمل حيوية كده وطاقة جديدة في المكان، بتخلي طاقة جديدة تدخل المكان اللي انت فيه. ولو مش عايزين تشتروا ورد، ممكن تجيبوا مثلا تابلو صغير او حاجة مرسوم عليه ورد. يعني حاسة قوي ان فيكم ناس هنا بتحب الورد جدا، بتحب تفاصيله، وبتحب تهديه، وبتحب برضو ان انتوا تتهادوا بالورد. ويمكن ده يعني انا شايفة ان هو مرتبط عندكم باحساس الامان او بالحب اللي انتوا محتاجينه دلوقتي. شايفة ان وجوده في البيت هيعمل توازن، هيخفف التوتر شوية، هيفك الكسل اللي عندك، هيفك حاجات مكبوتة. الطاقة كلها بتقولك يعني التغيير مش لازم يكون ان انت تغير ناس او تاخد قرارات كبيرة، لا، هو بس اهتم بالمكان اللي انت عايش فيه، المساحة اللي انت بتنام فيها، اهتم بالحاجة اللي عينك بتشوفها كل يوم في المكان ده او المكان اللي انت بتنام فيه عامة يعني. أم، المكان لما بيتحرك الطاقة بتتحرك، وبتحس ان انت نفسك كده بقى بتعرف تاخد نفسك بقى اهدى بقى نقي. اوكي. الرسالة ليكم النهاردة يعني محتاجين ان انتوا تراعوا نفسكم شوية، وتراعوا المكان اللي انتوا قاعدين فيه. اوكي. على فكرة كلامي كله مش معناه ان انت حد ما بتنضفش او حد مش مهتم بالنظافة، عشان في ناس بتفهم الكلام بطريقة مش صح. انت بتنضف وكل حاجة، بس في تنظيف كده بيبقى عميق، مية وملح بقى وبعدين نشغل بقى بخور ونحط معطر كده، فاهمين؟ مش اللي هو الروتين اليومي يلا عشان نخلص، لأ، تنظيف يعني. ده اللي انتوا محتاجينه يعني. آه، دي كانت طاقتكم. الطاقة التانية بقى، الطاقة اللي هي بتاعت الشخص ده، لأن أنا واصلة لي طاقة شخص يعني الحقيقة ربنا يستر عليكم من الطاقة دي. آه، في شخص واضح جدا ان هو يعني انتوا جواكم مشاعر ليه، الشخص ده انتوا بتحبوه قوي، مشاعر حقيقية. لكن انا شايفاكم في الفترة دي المشاعر دي انتوا كاتمينها، او بتحاولوا يمكن تعقلوا المشاعر دي شوية. مش لان انتوا احساسكم اختفى بيه او الحب خلص، لأ،
انا حاسه ان انتوا هنا في حذر، انتوا واخدين حذركم اتجاه الشخص ده، في احساس داخلي كده بيقولك استنى او وقف شويه. ده جاي من رغبه في حمايتك، او ان انت عايز تحمي نفسك، عايز تحمي قلبك. يمكن بعد موقف حصل من الشخص ده معاكم هز الثقه شويه. لان انا شايفه ان يعني السيناريو اللي واضح لي دلوقتي انه كان في تواصل بينكم. التواصل ده كان ماشي بشكل يعني الى حد ما مقبول، كان في يعني شوية دفى شوية، ممكن يوم ويوم لأ، ولكن كان في تواصل اوكي. بس فجأة حصل تصرف مش لطيف او موقف غريب من الشخص ده. يعني مرة واحدة كده عمل حركة انا شايفاها ان هي كانت كافية جدا ان هي تقلقكوا، او يمكن شفتوا حاجة عليه خلتكم تعيدوا الحسابات تاني. آم، اللي عمله او اللي حصل ده خلاكم ترجعوا كام خطوة لورا كده شوية. مش بقول ان انتوا انسحبتوا انسحاب كامل، ولكن عملتوا وقفة. لان انا شايفاكوا انتوا هنا اللي موقفين العلاقة دي دلوقتي. م- يعني مش موقفينها مثلا ان انتوا قاطعين التواصل او بلوكات او قطيعة صريحة، لا، لكن انتوا عاملين وقف طاقي شوية. يعني انتوا مش بتبادروا بالسؤال، ولكن بتردوا على قد السؤال اذا السؤال جه من عنده. لو هو اللي بدأ الكلام او هو اللي بادر، انتوا بتردوا عادي جدا، ولكن انتوا مش بتبادروا، ما عندكمش اندفاع. آم، في احتمال ان الشخص ده يكون اختفى فجأة في فترة مثلا، او كان في تجاهل او صمت من ناحيته، او انتوا حاولتوا ان انتوا تتواصلوا معاه فترة وهو ما كانش بيرد عليكم، او كان بيشوف الرسائل دي او المكالمات دي وكان مش بيرد او بيتجاهلها. وبعد وقت، يعني بعد ما خد وقته، كان عايز يرجع تاني او يرجع يتواصل تاني وكأني مفيش حاجة. بس انتوا شايفة ان انتوا رفضتوا ده، لان انتوا شايفين ان انتوا رجوعه ما كانش فيه تفسير للي حصل. يعني ما فيش اعتذار، ما فيش مواجهة، ما فيش اعتراف مثلا انا بعدت ليه، او انا عارف مثلا ان الموقف ده زعلك او زعلك. ما فيش ده، هو بيتعامل كأني كل شيء طبيعي جدا. ودي اكتر حاجة بتستفزكم، لان هو انا شايفة ان الشخص ده مش بيحب العتاب، مش بيحب يفتح كلام بقى تقيل او هيخليه غلطان. ده بيخليكم حاسين ان انتم يعني خايفين تفتحوا قلبكم تاني، او ان انتوا ترجعوا تتعاملوا بقلب مفتوح تاني. هيعمل معاكم نفس الحركات دي وهتقفلكم. فهو ده اللي مخليكم ان انتوا دلوقتي في حالة حماية لنفسكم او لمشاعركم. طاقة الشخص ده كمان دلوقتي يعني واضحة جدا. ان في الوقت الحالي محتاج ان هو يفضل بعيد. مش عقاب او مش بيعند معاك او مش ان هو عايز، يعني مش قسوة. ولكن انا شايفة ان بعده دلوقتي عنكو او الصمت اللي موجود دلوقتي هو حماية ليكم. لان الشخص ده حياته دلوقتي ملخبطة جدا جدا جدا، في ضغط شديد جدا عليه، سواء بقى في الشغل او في العيلة او اصدقاء. في حاجة في حالة، هو دلوقتي في حالة دفاع كده عن نفسه. طاقته سلبية. لان انا مش عارفه ليه واصل لي طاقه ان في ناس مثلا بتوجه له انه يعني مثلا انت اللي خسرتنا حاجه، او انت اللي خلتنا في الموقف ده حاجه يعني. في ناس بتوجه له اتهام هو بيدافع عن نفسه. عفوا. فطاقته دلوقتي سلبيه متوتره شويه. تفكيره مش ايجابي خالص، تفكيره سوداوي يعني. حاسس ان الدنيا كلها ضده دلوقتي ومحدش فاهمه. عايش دور الضحية يعني دلوقتي. ده مخليه يعني طاقته تبقى يعني هو غير قابل لأي مواجهة. ممكن لو انت عايز تواجهه دلوقتي او عايز تعاتبه في حاجة او تبعت له مسج او حاجة، لو حاولتوا تفتحوا معاه موضوع فيه عتاب او توضيح لأي حاجة منه، هتقابلوا منه عناد شديد جدا ورد فعل حاد مش هيعجبكم. لان هو في الطاقة دي مش مستعد يسمع ولا يشوف نفسه غلطان، ولا مستعد يتحمل مسؤولية. علشان كده انا بقولك الرسالة هنا قوية جدا، ان انتوا تفصلوا طاقتكم عنه في الوقت الحالي. وجوده في طاقتكم او في تفكيركم او حتى التخاطر ممكن يأثر عليكم جسديا ونفسيا.
انتوا اصلا ممكن تكونوا بتحلموا احلام مش مريحة. يعني ممكن تكونوا عندكم احلام عن فراق، او ان هو ارتبط بشخص تاني. ممكن تحسوا مثلا ان هو تحسوا بضيق مفاجئ كده، آم، تحسوا بكتمة نفس، او حتى لخبطة في ضغط الدم عندكم. آه، يعني الضغط ممكن بعد الشر تحس ان هو عالي فجأة او نزل فجأة. ده لان طاقته هو بيفكر فيكم، وهو مركز عليكم مش نظيفة، طاقته مشحونة سلبية. فبتوصل لكم او بتوصل لكم بالاحساس اللي هو انتوا قلقانين مش مرتاحين. فانتوا بلاش تخاطروا معاه دلوقتي خالص خالص، وبلاش اي محاولات لارسال رسائل، ولا مباشرة ولا غير مباشرة. حتى على السوشيال ميديا لو في نية تعملوا حركة كده علشان يشوفها او يحس بيها، فالطاقة هنا بتقولك لا، مش دلوقتي مش دلوقتي. اوكي. الوقت ده وقتكم انتوا، ركزوا على نفسكم، ركزوا على تحسين طاقتكم، على حاجات بسيطة ممكن تعملوا. ايه ده، استنوا. انتوا عشان كده كان في تأكيد قوي جدا جدا على طاقتكم في الاول ان هي محتاجة تنظيف. الرسائل كلها اللي كانت جاية في طاقتكم بتأكد على انكم تتحركوا تنظفوا. لان انا قلت لكم في الطاقة بتاعتكم انتوا عندكم كسل مش عارفين من ايه. فانتوا دلوقتي الطاقة دي فعلا، يعني انتوا محتاجين تعملوا ده، لان طاقة الشخص ده هو مركز عليكم. طاقة يعني مشحونة سلبية، مليانة سلبية، حاجة صعب جدا. فما تحاولوش حتى تعرفوا عنه حاجة دلوقتي. ده اريح ليكوا والله. انتوا حتى لو شفتوه من بعيد هتحسوا ان انتوا اتخنقتوا، هتحسوا اتضايقتوا عايزين تعيطوا. طاقته وحشة قوي. فربنا يعينه على اللي هو فيه. وانتوا خليكوا في نفسكوا دلوقتي. اهم حاجة اعملوا التنظيف اللي احنا قلنا عليه. و... واهم حاجة، اهم حاجة بجد، ما تنسوهاش الصدقة اللي انتوا وقفتوها، او مطلوب منكم ان انتوا تخرجوها دلوقتي. حتى لو انتوا مش متعودين، اتعودوا ان انتوا تعملوا حاجة بسيطة قوي. في عمال بتبقى في الشوارع كده بتنظف وبتساعدنا في التنظيف ده. ممكن برضو يعني تدوهم حاجة كده بسيطة، او تشتروا لهم حاجة ياكلوها، حاجة يشربوها، اي حاجة تطلع منكم، اي حاجة اي حاجة لوجه الله تعالى. والله هتفيدكم قوي وهتفرق معاكم في طاقتكم. فانا بتمنى لكم دايما يا رب يا رب تكونوا بخير وطاقتكم دايما تبقى احسن. افصلوا طاقتكم عن الشخص ده دلوقتي، اهتموا بنفسكم وبس. ودي كانت طاقتكم النهاردة، وبتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والخير في كل جوانب حياتكم. ونتقابل على خير في فيديو جديد. باي باي.